هنا أعيش على حسابي إذا كان تساعدني. قال لي يا بني، هذا الشيخ هذا يقولوا له السي محمد بن العبيد، هذا الشيخ قال لي الزاوية مفتوحة، تاكل وتشرب وتبات، نعطيك سكن، ماذا بك تصلي الفجر والمغرب والعشاء مع الفقراء. فقابلته. دكتور، فقط لنمشي نوعا ما في رحلة الحوار. نعم. أنت دخلت سنة 1940 إلى المغرب. متى بدأت تشتغل مع جبهة التحرير الوطني في ثورة التحرير الوطنية؟ 53. سنة 1953. يعني كنت هناك في المغرب. كنت في المغرب، كنت نجمع بين حسنتين، حسنة الثورة وحسنة القراءة. جميل. نحن نبدأها بحسنة الثورة. حسنة الثورة سنة 1953 كنت في المغرب. من اتصل بك ومن اتصل بي واحد الشخص يسمى من البيض سيد الشيخ، يقولوا له محمد الوجدي. أين كان هذا الشخص؟ كان في المغرب؟ كان مكلفا بإجماع الأسلحة على المجاهدين المغاربة وشراءها إن أمكن، وهكذا كانت المجاهدين المغاربة. حتى المغرب كانت في استعمار فرنسي. كان الشبع كان مازال الملك محمد الخامس ما رجعش من مدغشقر. نقول بأنها كانت لا زالت في استعمار فرنسي. كانت لا زالت مستعمرة. يجمع هذه الأسلحة من عند المغاربة أو يأتي بها من خارج المغرب؟ لا يأتي بها، يجمعها من عند المغاربة المناضلين الأوفياء المخلصين الذين كانت لهم علاقة وطيدة مع الجيش الجزائري المكون. كان مكون الجيش نتاعنا في الشرق. أنت كنت تقصد يعني مثلا هؤلاء المجاهدين الذين كانوا في المغرب، كنت تقصد الموجودين على حدود الجزائر؟ لا أبدا، كنت نقصد بأن الجزائريين اللي موجودين في الجزائر، لا في الشرق ولا في الغرب. لا، المغاربة، أنا أقصد المغاربة اللي كانوا يساعدوننا هم الموجودين على الحدود. من أين كانت تأتي المغرب بالسلاح لكي تساعد الجزائر؟ كانت عندها علاقات واحدة أخرى، أنا لا أعرف من أين كانت تجيب السلاح، ولكن العادة نتاع الثوار والثورة تشتري السلاح أو يصدق عليها بعض الدول من طرف بعض هل الجزائريين كانوا يشترون السلاح من عند المغاربة؟ بعض المغاربة كانوا يبيعون السلاح اللي باقي صحيح ومليح يبيعوه، السلاح اللي فاتوا الوقت يعطيوه لنا نديوه باطل. كيف كانت العلاقة ما بين المغرب والجزائر في ذلك الوقت في 1953؟ كانت مهمة جدا بكل صراحة، كانت مهمة جدا، وكانت العلاقات متينة، وكانت العلاقات غاية. لماذا؟ لأن الجهة الغربية نتاع الجزائر اللي هي مثلا مسيردة ومغنية وباب العسة ومرس بالمهيدي، هذه كلها عندها علاقات مهمة وفيها تزاوج. هل يعتبر هذا رجع إلى العلاقة المغاربية الجزائرية، بأن الجزائريين كانوا يساعدون المغاربة في ثورتهم ضد فرنسا، والمغاربة كذلك ساعدوا الجزائريين؟ فكرة كانت مقبولة، وكانت أنا شخصيا كما قلت لك بأنني حملت بعض الزاد للجيش المغربي، المقاومة المغربية اللي كانت تعيش في الجبال نتاع عصفور. هذا عصفور جبل كبير وعريض ما بين بركان ووجدة. هذا الجبل كان فيه الجيش المغربي. هل حاربت معهم أنت مثلا؟ لا لم أحارب معهم، ولكن زودتهم بهذه الأمور. من كانوا مكلفين من طرف ثورة التحرير بأن يجمعوا السلاح، كيف كان يراهم المغاربة؟ كانوا يراهم بأنهم إخوان تاعهم ومحقورين من طرف فرنسا. كيف كان يراهم الحكام المغاربة؟ الحكام المغاربة كانوا في سعادة بالنسبة للجزائريين، كانوا في سعادة، لخاطر كان عندنا الطريق مفتوح. العلاقات التي كانت تربط المغرب بدول أخرى والتي كانت تقدم السلاح مثلا، هل كانت المغرب تطلب من هذه الدول التي تدعم ثورة التحرير الجزائرية بأن تأتي بالسلاح إلى المغرب ومن ثم يدخل من المغرب الجزائر؟ لا أبدا.
كان المغاربة كانوا منطويين على السلاح نتاعهم يجيبوه، وحنا كنا علاقتنا بالمغاربة كنا إما نشريو السلاح عليهم إن إمكان، وإما يتصدق به علينا. ما حقيقة في سنة لماذا؟ نعم. لأن الإسلام خاوى بين الجزائريين والمغاربة لارتباطهم كثيرا بالزواج. الجزائري متزوج مع المغربية والمغربية